فاجعة محزنة تهز قطاع الصيد البحري بمدينة الداخلة، وإليكم التفاصيل. لقي بحاران مصرعهما وأصيب آخر بميناء الداخلة بداية الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة حادث سقوطهم داخل جيب السفينة التي يشتغلون على متنها في ظروف غامضة. وأفادت مصادر مهنية أن الهالكين فارقا الحياة نتيجة تسرب مادة سامة نتيجة عن اختلاط مخلفات السمك بمكونات أخرى أثناء قيامهما بعملية تفريغ عنبر السفينة. وأضافت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بشخص يشتغل بحارا، أما الثاني فيشتغل ضابطا ميكانيكيا، فيما الضحية الثالث الذي يصارع للبقاء على قيد الحياة فيشتغل غطاسا حاول إنقاذ الهالكين. ورجحت بعض المصادر أن يكون الضحايا قد استنشقوا رائحة مواد تستعمل في الخزان للحفاظ على السمك، مما تسبب في وفاتهم. واستنفر الحادث السلطات حيث تم نقل الضحايا إلى المستشفى الإقليمي للمدينة قبل أن يلفظ اثنين منهم الحياة، في الوقت الذي لا تزال الأخبار غير مؤكدة بشأن مصير الضحية الثالث.